كلم صاحبه يعزمه على العشاء. قال له انا معايا 2 من اصحابي كانوا قاعدين معايا. قال له خلاص هاتهم معاك وتعالى. وفعلا راحوا كلهم عند صاحبهم عشان يتعشوا. العشاء كان حلو جدا. قعد يقولوا له ده الاكل حلو جدا من اي مطعم انت جبته. قال لهم لا ده زوجتي هي اللي عاملاه. عجبهم جدا. مشيوا من هنا. زوجته بقت تعبت جدا ومبقوش عارفين هي عندها ايه، وفضلت تعبانه وفتره طويله لغايه ما الزوج قرر انه يكلم صاحبه. فكلمه وطلب منه ميه وضوءه هو والاتنين اللي كانوا معاه. قال له طبعا ابشر والف سلام على زوجتك وربنا يقومها لك بالسلامه. وصاحبه دوت راح عشان يكلم اصحابه التانيين. كلم اول واحد قال له حاضر تمام طبعا. وبعدين كلم صاحبهم التاني رفض واتضايق جدا وقال له انا مش بحسد، انا عيني مش حسوده. ورفض انه يديله ميه وضوءه. وفضلت الزوجه مريضه وتعبانه. بعد فترة الراجل دوت توفي. فالصاحب بيكلم صاحبه عشان يطمن على زوجته، لقاه بيقول له ابشر ابشرك زوجتي بقت كويسة. فجأة لقيناها قامت بقت كويسة وبقت تعرف تقوم بنشاطاتها الطبيعية زي الاول. ده لان الصاحب اللي مات واخد معاه الشر اللي هو كان سبب فيه. الرسول وصانا ان احنا لما نشوف حاجة حلوة نقول اللهم بارك وندعي بالبركة لصاحبها عشان نحصن اللي قدامنا من حسد ممكن نكون احنا مش قاصدينه.